السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عايزين النهارده نتكلم في حاجة مهمة حقيقة الأمر. هي الحاجة دي هي منطقة التأثير الزلزالي. هنعمل مقارنة إن شاء الله ما بين الكود المصري والكود الأمريكي. طيب. طبعا كلنا عارفين الجدول الشهير بتاع الكود المصري اللي بقسم مناطق الجمهورية ل6 مناطق، من الأولى للرابعة، والمنطقة الخامسة بقسمها ألف وب. والجدول التاني اللي بيقول لك كل محافظة تبع لأي منطقة زلزالية. طب عايزين قبل ما نخش على الكود الامريكي، البند المناظر للبند ده في الكود الامريكي، عايزين نتكلم في نقطه مهمه: الفرق بين العجله التصميميه والعجله الارضيه. العجله الارضيه هي العجله الطبيعيه اللي بخش اجيبها من الريسبونس سبيكتروم كيرف بشكل طبيعي طبقا للتي بتاعت المبنى اللي انا بحسبها. تمام. طيب العجله التصميميه القيمة دي مع أكتر من فاكتور، بس في النهاية مقسومة على الأور. عشان كده الكود لما بيجي بيتكلم بيقول لك طيف التجاوب التصميمي. نفرق بين التصميمي والأرضي. تعال نقرا كده. قال لك يمكن تصميم المنشأ على أحمال زلزالية تقل عن ما هو مقدر من طيف التجاوب المرن. طيف التجاوب العادي اللي احنا كنا راسمينه هيجيب لنا قيم معينة. القيم دي الاف هتيجي من الاكسلريشن في الماس. كمان في معامل اسمه اللمضه، دي طريقه الاستاتيك. تمام. طيب فالاكسلريشن اللي هنجيبها دي احنا هنجيب قيمه هتكون اقل منها. قال لك ليه؟ قال لك نتيجه لقدره النظام الانشائي على تشتيت الطاقه عن طريق حدوث تشكلات لدينا. يبقى ده كده الفاكتور ار. نفس الابروتش الكود الامريكي واخده، مفيش مشكله، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على نقطة مهمة. ايه الفرق ما بين العجلة اللي بجيبها من الكود الامريكي والعجلة اللي بجيبها من الكود المصري؟ الكود المصري زي ما بقول ان هو محدد مناطق زلزالية، القاهرة كلها هتبقى حاجة واحدة، اسكندرية كلها هتبقى حاجة واحدة. الكود الامريكي حقيقة الامر ما عملش كده. الكود الامريكي قال لك نقطة مهمة قوي، ده كود اسكي 7 نسخة 22. طيب لو انا بتكلم على كود الاسكي فهنلاقي ان الكود الاسكي مش بيعمل زي الكود المصري، هو مختلف في الابروتش شويه. يعني احنا قلنا الكود المصري عنده مثلا منطقه زي القاهره هي منطقه زلزاليه ثالثه، اي مبنى فيها ايا ما يكون وضعه هو منطقه زلزاليه ثالثه، فهيديني عجله بوينت 15 جي. تمام. لا، الكود الامريكي ما بيعملش كده. الكود الامريكي عنده 3 فاكتورز هم اللي بيحكموا الموضوع ده، بلس فاكتور تاني مهم. ايه ال 3 فاكتورز اللي اتكلمنا فيهم؟ اس صب 1 والاس دي اس والاس دي 1. دول كلهم معاملات في العجله. تمام. عظيم. ايه الفاكتور التاني اللي مهم قوي؟ حاجه اسمها ريسك كاتيجوري، اللي هو عندنا في الكود المصري كنا بنقول معامل الاهمال المنشئ لو فاكرين. فلقينا ان الكود الامريكي بيقسم الريسك كاتيجوري ل4 اقسام. القسم الاول المباني اللي مش تبقى مهمه قوي، يعني قال لك building and other structures that represent low risk to human life، فهي مباني مش مهمه قوي، مش هتعمل خطوره كبيره على حياه البشر. طيب التاني قال لك التاني ده احنا هنخليه لاي مبنى ما يتمش او ما نعرفش نعمل له assignment على باقي شروط الكاتيجوريز. يعني انا لو ما عنديش المبنى بتاعي ما كانش ايه، او ما كانش 1 ما كانش 3 ما كانش 4، يبقى هو اكيد 2. فهو سايب البند الثاني او الريسك كاتيجوري 2 سايبها للمباني النوت اسايند تو اذر سيزميك ديزاين كاتيجوري. تمام. طيب 3 قال لك دي المنشآت اللي فيه خطوره على حياه البشر، على حياه عدد كبير من البشر، ولكن لا تمثل خطوره على المجتمع. مثال ليها ايه؟ نتكلم مثلا في مصنع، بنتكلم في مدرسه. في حاله انهيار مدرسه او في حاله انهيار مصنع فيحصل خسائر بشريه كبيره، ولكن مفيش مباني حواليها تاثر بشده، مبنى او 2 بالكثير، مش اكتر من كده. لكن ريسك كاتيجوري 4 بيتكلم في حاجه لما هيحصل فيها انهيار هي هتاثر تاثيرين. التاثير الاول ان هي هيحصل فيها خسائر ارواح كبيره، التاثير الثاني هتاثر تاثير كبير على المجتمع حواليه. زي ايه؟ زي مثلا حاجه زي كوبري اكتوبر، لو افترضنا بعد الشر ان حصل فيه انهيار فهيبقى في عدد مستخدمين كبير جدا، لان هو كوبري ممتد من القاهره للجيزه، فعدد مستخدمين كبير جدا هيحصل لهم
ممكن وفيات او مشاكل كبيره، بالاضافه ان في تحتيه خطوط ميه معديه، في تحتيه خطوط مترو انفاق معديه، فممكن الاثر يبقى مضاعف لان هو ممكن ياخد في سكته حاجات كتير. تمام؟ طيب فلو طلعنا فوق كده شويه هنلاقي ان اول حاجه الكود بيتكلم على الفاكتور الاس سب 1 مبدئيا. تمام؟ هو واخده هو لوحده بيتكلم عليه. قال لك والله الاس سب 1 ده لو اكتر من 0.75 لمبنى معمول له اساينمنت لريسك كاتيجوري 1 او 2 او 3 خدوا كده من الاول ودخلوا سيزميك ديزاين كاتيجوري. عظيم. طيب لو الاس 1 0.75 ولكن هي في ريسك كاتيجوري 4 ساعتها هيبقى سيزميك ديزاين كاتيجوري اف. يبقى لغايه دلوقتي في المناطق العاليه الكود بيتكلم بيه الاس صب. طيب المناطق اللي اقل من كده الكود عمل لنا جدول 11.6.1 11.6.2 بيحدد الموضوع طبقا مره للاس دي اس ومره للاس دي 1. بالنسبه لي لو انا عندي المبنى بتاعي هو في كاتيجوري وليكن 3 فانا هنا كده هبص على الاس دي اس بتاعته طلعت وليكن ما بين 0.167 ل 0.33 يبقى انا كده ريسك كاتيجوري بي. احسبها مره هنا واحسب مره الناحيه الثانيه والاسوأ منهم هو اللي بياخد قيمته. طيب ناخد بقى حاجه مهمه قوي في موضوع تحديد السيزميك ديزاين كاتيجوري لان الايتابس ما يسالنيش عليها. يعني الايتابس ما يجيش يقول لي السيزميك ديزاين كاتيجوري ايه غير في الديزاين، لكن في تعريف الزلزال نفسه ما بقاش محتاج. هو بيطلب مني السايت كلاسيفيكيشن اللي هو تصنيف التربه، لكن ما بيطلبش مني في تعريف الزلزال نفسه السيزميك ديزاين كاتيجوري اللي انا هحطها. صحيح؟ طيب انا ليه بحدده؟ ليه تفصيلتين مهمين. التفصيله الاولانيه عشان احدد النظام الانشائي اللي انا هشتغل بيه. لو جينا هنا في الكود السعودي شابتر 12 هو نفس الكود الامريكي الاثنين زي بعض في النقط دي. تمام؟ فلو جينا عند شابتر 12 وبصينا على الاوردينري رينفورسد كونكريت مومنت فريم، ده مومنت فريم عادي بس هيكون اوردينري ما حطيناش فيه تفاصيل تسليح عاليه. تمام؟ فهيبقى اوردينري. فلو انت في سيزميك ديزاين كاتيجوري بي انت ممكن تبني اي مبنى وبيقول لك جنبه نوت ليميتد اللي هي ان ال، ما عندكش مشكله. بدايه من سيزميك ديزاين كاتيجوري سي دي اي اف فانت ما ينفعش تستخدم النظام ده. فافهم من كده ان حتى لو انا طلعت المبنى سيف فانا بنص الكود ما اقدرش استخدم النظام ده سيزميك ديزاين كاتيجوري سي دي اي اف. نفس الموضوع الاوردينري رينفورسد كونكريت شير وول، انا عندي شير وول بس ما عملتش فيها برضه تفاصيل تسليح عاليه، فساعتها انا ممكن احطها سيزميك ديزاين كاتيجوري بي وسي ما عنديش مشاكل، بس بدايه من دي الامور تبقى نوت بيرميتد غير مسموح بيها. التفصيله الثانيه ان في حديد التسليح وانا شغال او انا مثلا شغال مومنت ريزيستنج فريم وبقول الايتابس سلح طلع خام تسليح، كل سيزميك ديزاين كاتيجوري ممكن يكون لها تفصيله مختلفه، فلسه هبقى محدد السيزميك ديزاين كاتيجوري بتاعتي بشكل مهم جدا. شكرا لكم جدا.